تعالوا نعمل مع بعض صلصة البيتزا بالطريقة الأصلية اللي هتدي للبيتزا بتاعتنا طعم ما حصلش. هنعملها بطريقة سهلة وبمكونات موجودة كلها في البيت، وهنعملها مع بعض بطعم وقوام ولون زي الجاهز بالظبط، ويمكن أحسن كمان. لو أول مرة تشوفوني، أنا اسمي دعاء. يلا اعملوا اشتراك في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. يلا بينا نشوف الطريقة والمقادير. أول حاجة هجيب حلة واحطها على النار، وهنزل فيها بمعلقتين من الزيت، أي نوع زيت نباتي. وبعد ما الزيت يسخن هنزل عليه بفصين مفرومين من الثوم، وهشوحه تشويحة بسيطة خالص. أنا مش عايزة الثوم يحمر، لا أنا عايزاه يفضل زي ما هو أبيض. وبعد ما نشوح الثوم بالطريقة دي هنزل عليه بعصير الطماطم وهقلبه تقلبتين. ويلا بينا نضيف بقية المكونات بتاعتنا. هنضيف نص معلقة صغيرة من الملح والبصل البودر، ومعلقة صغيرة من الزعتر، ممكن يزيد شوية كمان، ونص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، وربع معلقة صغيرة من السكر، ومعلقة كبيرة من صلصة الطماطم، وكمان معلقة كبيرة من الكاتشب. وطبعا كل المكونات اللي احنا ضفناها دي ممكن تزوديها او تقلليها على حسب الكمية اللي انتي عاوزاها. يعني لو عملتي كمية صلصة اكبر من الكمية اللي انا عاملاها دي، فانتي طبعا هتزودي كمية البهارات. وبعد ما ضفنا كل المكونات للطماطم، خلاص هنقلبه تقلبتين كده وهغطي عليه واسيب بقى الصلصة دي تتسبك براحتها. وده شكل الصلصة بتاعتنا بعد ما خلاص اتسبكت. شوفوا شكلها عامل ازاي والقوام عامل ازاي، بجد حلوة جدا. والزعتر مدي ريحة تحفة، بجد ريحتها تجنن. يعني صلصة البيتزا ما بتاخدش وقت ابدا ابدا، جميلة جدا وقوامها تحفة. ده هي الوقت كمان سخنة، لسه لما هتبرد القوام هيتقل وهيبقى احلى من كده بكتير. بجد جميلة قوي قوي، ما خدتش وقت، مكوناتها كلها موجودة في البيت، لون تحفة، ريحة تجنن، بجد طعمها حلو جدا جدا. وطبعا انت في الوقت ده بتدوقيها وتشوفي لو ناقصها ملح، ناقصها اي حاجة ممكن محتاجة تزوديها، فبتضيفيها لها عادي جدا. وكمان ممكن تعملي من الصلصة دي كمية كبيرة وتعينيها في الفريزر لحين الاستخدام، يعني هتسهل عليكي كتير. يعني لو عملتي كمية هتفضل جاهزة معاكي، ففي اي وقت عايز تعملي بيتزا، عايز تستخدمي الصلصة، هتطلعيها وهتستخدميها على طول. بجد حلوة جدا جدا، ولو جربتيها مش هتبطلي تعمليها بالطريقة دي. هسيبلك كل المقادير بالتفصيل في صندوق الوصف. اهم حاجة تمشي على الخطوات مظبوط وهتطلعي احلى صلصة، بجد طعمها يجنن وريحتها تحفة. اهم حاجة لما تيجي تستخدمي صلصة البيتزا لازم تكون باردة، ما ينفعش تستخدميها سخنة. وده قوامها بعد ما برد، شوفوا قوامها عامل ازاي، تقل وبقى حلو قوي قوي. وكمان لونها احمر تحفة، تقيل وجميل جدا. وده شكلها على البيتزا، شوفوا شكلها عامل ازاي، حلوة قوي قوي. وبجد فرقت كتير جدا في طعم البيتزا، حلوة قوي ومتبلة كويس، بجد جميلة جدا. يلا جربيها وقوليلي ايه رأيك، ولو عندك اي استفسار او تعليق ابعتيلي في الكومنتات وانا هرد عليكي. وبكده تكون وصفتنا النهاردة خلصت. اتمنى من كل قلبي انها تكون عجبتكم. يلا دوس لايك وشير، وهستنى رأيكم في الكومنتات.